كثيرة جدا بسبب إصابات وعقوبات وبسبب خيارات فنية من قبل المدرب جمال بلماضي الذي فضل اليوم يلعب هذه على أرضية ميدان مثل هذه في ظروف مثل هذه. يتحدث عن كل الظروف طبعا في ظل عناصر المنتخب الطوغولي في هذه المباراة. أكيد البداية تكون حذرة من جانب اللاعبين الجزائريين. هنا التغطية من وفاق ستيف. طبعا بدخوله اليوم نكون قد استعملنا في السنتين الماضيتين 14 مدافعا من أصل 21 مدافع تم استدعائهم للمنتخب الجزائري في السنتين الماضيتين أو في السنتين والنصف الماضيتين. لاعب نادي نيوشاتيل السويسري بعد ما لعبنا 6 دقائق لعب 0-0 لحد الآن في النتيجة. الأوسط يا طهرات وصلت ليوسف بلايلي رقبها على الجهة اليسرى. يوسف مازال عنده الكرة زر المراوغة. يوسف مازال إلى وقت ثانية يدخل بلايلي بابا 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 خطيرة وجول من يوسف بلايلي على الجهة اليسرى ومن بغداد برجله. فكل هذا يخليه لما يلعب كمدافع أيسر جيبي الأوسن. ضاعت الكرة سفيان فغولي. بغداد بونجاح انطلق موش متسلل راح رياض. بغداد عنده كرة يا بغداد يا بغداد. رياض وحده من هنالك يا بغداد تبدو في المتناول. هنا حب يمررها لكن التمريرة قصيرة هادي بايور ضيعها. تقريبا هادي بايور يلعب لنا واقف اليوم عادي لما بونجاح راح بونجاح اي 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 ورياض استلم الكرة من هنالك. رياض ضربة جزاء ضربة جزاء وبطاقة حمراء من المفروض او جول. دخلت هدف اول لصالح المنتخب الجزائري من رياض محرز فعلها في الدقيقة 13. كنت اعتقد بان الحارس اخرجها. هل خرجت ام دخلت؟ لا دخلت ولمسة يد الحكم في نهاية المطاف فضل يخرج البطاقة الصفراء. آي بغداد بونجاح ضغط الحارس أخطأ. رياض محرز استلم اضربها لأنه راح يكون فيه ضغط على منتخبنا ولكن ولا شيء. شوف مرة أخرى على الجهة اليمنى دوسيفي يحاول يراوغ يلعبها لأودي بايور ترجع ليوقع. لم نمرر 4 تمريرات ما يقدر يلعب في ظروف مثل هذه مؤسفة فعلا. كرة بعيدة دي بايور بالراس لم يقدر عليها. تغطية دفاعية من الفوز لضمان التأهل. التعادل يخلي حظوظ المنتخب الطوغولي ينفذ بسرعة. بينية الكرة والتوغل حذاري شيتا. الكرة أرضية داخل منطقة عمليات والدفاع يخرجها لمباراة بين منتخبين طوغوليون. لاعب من اروع اللاعبين في العالم اليوم ليس فقط في اوروبا. وانطلق من سفيان في وسط الميدان عنده الكره داخل سفيان متسلل. اي ريال متسلل يحاول يحط الكرات في الارض. عطال يراوغ وينطلق دخل يوسف عطال يواصل يدخل يوسف عطال يدخل يوسف عطال بابا رائعه جول بابا 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 بابا. هدف من اروع ما يكون من يوسف عطال. اول اهدافه في تاريخه مع الجزائر لن ينساه بهذا الشكل. انطلق على الجهة اليمنى توغل. صورة رائعة لكل الطاقم وكل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين. هذا هو هذه بعض الأشياء التي كانت تنقص منتخبنا وفرحة كبيرة للاعبين داخل أرضية الميدان. توغل رائع من هنالك لأنك لن تكررها. سفيان فغولي يرسل كرة بعيدة راح رياض انطلق رياض استلمها رياض دخل رياض بابا جول. فنان ورائع وبارع انت يا رياض. باليسرى يسجل باليمنى يسجل في ويمبلي يسجل وفي لومي يسجل في الطوغو يسجل وفي ملعب الاتحاد يسجل. رياض محرز يفعلها ويسجل ثنائية اليوم. يا سلام عليك يا رياض يا سلام. كرة واحدة من سفيان في اتجاه رياض بالثلاث. رياض محرز بالنسبة لعشاق الكرة في الجزائر وبالنسبة لكل ما زالت طوغولية والتوغل وما زال رجعت للخلف صيدة الدفاع من خطأ صفروا له حكم المباراة. يسترجع ويتنفس كما ينبغي ويركز كثيرا في عمله وفي مع ناديه ككل اللاعبين طبعا الى اهتمام
المدربين تاعو في ظرف سنتين ونصف. لا أعتقد بأنه لما تعرض له اللاعبون الجزائريون في المنتخب الجزائري خاصة يعني كالعلم، يعني لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن ننفيه أو ننزعه تماما. الكرة صعبة، أديبايور تقريبا أو بغولي بكلهم، يعني تكون عندنا الشجاعة وقال خلاص نضع ثقتنا. وبيجنون نائب نادي بيزي الفرنسي. سفيان فغولي استلم الكرة، هو الرابع. سفيان ما زال يلعبها مع يوسف بلايلي، او نعم يوسف بلايلي، ترجع لسفيان كرة وراح اترك، يحاول يمر محتفظ بالكرة. وين رايح يدوسيفي، يلعب على الجهة اليسرى، كرة خطيرة لصالح ايتي، راحت بعيدة. وغيرهم كذلك من اللاعبين الممتازين. كرة ممتازة ورائعة، بابا جول، رائعة التمريرة. بغداد بونجاح يفوت على نفسه فرصة إضافة هدف رابع للمنتخب الجزائري على تموقع ويشتغل على الجانب الدفاعي. لا جول دوسيفي بالراس، أو فودولابا يسجل الهدف الأول لمنتخب الطوغو في الدقيقة 9 من انطلاقة الشوط الثاني. كوجو فودولابا لاعب نادي نهضة بركان المغربي يفتح مجال التسجيل للمنتخب الطوغولي عند الدقيقة 9 بهذه الراسية. وصلوا، راح رياض على الجهة اليمنى، سفيان فغولي لرياض، ورياض بابا وبغداد والدفاع. طوغولي على الجهة اليمنى، أديبايور في التوزيع بعيد القائمة الثاني، خرجت أم لا؟ لتنفيذ هذه الركنية حذاري من الكرات الثابتة مرة ثانية والتفوق مرة أخرى. في الأول مشاهد يرى فاضل من عمر هذا الشوط الثاني ما زال التفوق 3-1. شوفوا في المباراة وصلنا نتحملوا في إبها الآن. حذاري من الكرات البينية، وسهلة الكرة هذه في اتجاه إصابة. الكرة تلعب بالراس، لا تلعب بينية، محاولة التوغل والتسديد، وسفيان فغولي يخطئ على الحارس رئيس وهاب مبولحي. مخالفة صعبة وخطيرة لصالح المنتخب الطوغولي. عالية كثير هذه الكرة، راحت فوق مرمى بغداد بونجاح. راح سفيان، دخل سفيان، يواصل فغولي، يلعبها لرياض، الكرة خطيرة في المراوغة، رياض او لا عفوا طايدير حاول هنا التغيير. بالليل يخرج ويخلي مكانه لأدم والناس بسرعة. طوغولية، حذري وطهرت، او شوف كيف من جا جمال بالعمري، شوف تمكن مقتهم. لا زالت المباراة لم تنتهي وما زال لم نفوز بهذا اللقاء. رائع المراوغة، معهم تصفيات كأس العالم، نلعب معهم نهائيات كأس افريقيا 19 و21 وحتى تصفيات كأس العالم بغداد. با يا له من جول، يا له من جول من بغداد بونجاح. الرابع ختم به المهرجان بكيفية رائعة، ويا لها من صورة من زمان لم نشاهدها. كل هذا بفضل جمال بالماضي الذي أعاد اللحمة لهؤلاء اللاعبين الذين كانوا محطمين. صورة من زمان من عهد جوركوف لم نشاهد هكذا صورة بين اللاعبين بعد ما نسجلوا هدف وأي هدف. نعم بغداد بونجاح واللاعبين الأساسيين والاحتياطيين ولو كانوا مناصرين لدخلوا أيضا لأرضية الميدان. 4-1 في النتيجة فعلها الهداف الآسيوي بغداد بونجاح لاعب نادي السد بكيفية ولا أروع. قال لأدم والناس ما حبيتش تعطيني الكرة منذ حين، هاي نسترجعها نراوغ بهذا الشكل ونحطها في زاوية مغلقة في الشباك على طريقة الكبار. وشكون الأول اللي راح يهنيه على الهدف؟ هو إسلام سليماني، هو اللي راح الأول يهني بغداد بونجاح على تسجيله لهذا الهدف بهذا الشكل الرائع والجميل جدا. 4-1 يا بغداد للمنتخب الجزائري أمام منتخب طوغو، يتأهل رسميا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في شهر جوان